يا عم ميسو، هو انت ليه بتشتغل ساعات طويله جدا، ممكن توصل ل 25 ساعه واكتر من كده والله. يعني في ايام، يعني في مره قبل كده قعدت فيها 54 ساعه. طبعا ال 54 ساعه دي انا عارف، بس الناس دلوقتي هتقول لي يا عم ميسو اللي انت بتقوله ده. في ايام بيبقى فيه عاصفه ثلجيه فالطريق بيبقى مقفول، فاللي جاي الشغل مش عارف يجي، واللي في الشغل مش عارف يمشي. فدي حصلت معايا قبل كده من حوالي 4 سنين كده. فقعدت في الشغل 54 ساعه، الشيفت كله، يعني كل الشيفت قعد ساعتها 54 ساعة. طبعا كان يعني كان حاجة مش كويسة، لكن انت هتعمل ايه؟ يعني انت اجباري لازم تقعد. هتاخد فلوس، وفلوس حلوة جدا، لكن ما فيش حد هيبقى يعني قاعد في شغل يعني وكل الساعات دي برضك بيبقى تعب برضك، ماشي. لكن بتحصل، انما بقى لما بشتغل 24 ساعة بتحصل كتير على فكرة. لان طبيعة الشغل زي ما قلت لكم انا شغال في بويلر، فمعايا رخصة هنا في الولاية. لازم يكون معاك رخصة عشان تشتغل في بويلر، ماشي. ده قانونا، ماشي. فمش اي حد، لو اللي هيجي يستلم مني ما جاش، مش اي حد يقدر يسد الخانه، لازم حد معاه رخصه، ماشي. لان الشغلانه خطر، مش سهله يعني. فعشان كده اللي ما جاش ده لو ما جاش بيسالوني ممكن تقعد 24 ساعه ولا لا. على فكره انا ممكن اروح قايل لا، فهو هيبقى مجبر ان هو يجيب حد من الكبار بقى، المديرين وكده، مجبر. لكن احنا بنقول ماشي ليه، فيها رزق برضه، ماشي. وحلوه برضه، مش يعني مش بس كده. فانا خدت على ان انا اشتغل 24 ساعه واكتر من 24 ساعه يعني. فحصلت كتير معايا يعني. لكن ببقى 10 على 10 والله. يلا، بحبكم جدا جدا جدا. ادي يا عم، السلام عليكم.